قلتها لك البارح انه المنتخب الارجنتيني او خايف من المنتخب الجزائري. كيف هو لي؟ او خايف من المنتخب الجزائري لانه او خايف منه من الناحيه الفنيه ولا من خايف لانه شوف المنتخب الارجنتيني ديجا عنده دوره السابقه. مهزله كرويه بل درس في الاخلاق ودرس في كره القدم لاعلام قادر يعوض انه يخصص وقته للكلام عن المنتخب الوطني والتحضير لكاس العالم في هدوء، خصص البلاطوهات للتهجم بشكل لا اخلاقي على المنتخب المغربي، رغم انه من المفروض التركيز على المنتخب الجزائري، على فوزي لقجع. الجماهير الجزائريه اللي استعملت العنف، الجمهور الوحيد اللي استعمل العنف في كأس العالم. اليوم انتهت القضيه ب3-0، مسخره كرويه. منتخب كان في وضع غير طبيعي تماما، لانه التجيش الاعلامي، الكلام القذر، التصرفات اللا اخلاقيه لها نتيجه، دون ان ننسى قضيه كريستوف غريس الصحفي الفرنسي المحتجز في الجزائر اللي تكلم عليها انفانتينو انه الجزائر هي البلد الوحيد الذي يحتجز صحفي رياضي فوق وجه الكره الارضيه. كل هذه الفضائح نتيجتها هي مهزله كرويه امام منتخب الارجنتين، كما حدث مع منتخب تونس، يعني المنتخبين الوحيدين اللي عاشا هذا النوع من الاهانات. من الاحسن الان الممارسات اللا اخلاقيه التوقف عنها، الاعلام التوقف عن الهجمات القذره والتركيز على المسخره التي حدثت وكيفيه تصحيحها، والله المستعان دائما. أول مرة أشوف 22 لاعب بيلعبوا ضد الجزائر، أول مرة أشوفها في حياتي دي. بتعملها إيه؟ بتعمليها إزاي؟ بتعمليها إزاي جزائر؟ حرام عليكم. 3-0 كفرة، ما كنتوش موجودين. إيه كنتوا أنتوا من حلاوة لعب ميسي كنتوا تلعبوا معاه. أنا خايف يكونوا هم ما غيروش طريقكم أنتوا. يا لهوي يلا. الله العظيم حفظت الرجل، انا موتني من الضحك في حي واحده. بس قال لك ايه، ارجعوا مش عايزين منكم حاجه. ارجعوا بلاش فضايح، الله يخرب بيتكم فضحتونا. 3-0. يا لهوي يا لهوي، الجزائر تخسر من الارجنتين 3-0. ده لو مش بتلعبوا خالص ما كانتش جت النتيجه دي. انا بغيت غير نوصل ميساج رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون من هذا المنبر، نقول له الا خسرنا كونتر الارجنتين قطع علينا الكونيكسيون لمده 50 سنه. قطعها ما تغامرش بين. بالنسبه للناس الحقانيه والحقوقيه اللي تتكلم الحق، مش الناس اللي تتكلم بالعاطفه. الارجنتين اليوم تستحق الربح 1000%. هاتريك ميسي يا معلم ميسي، والجزائر قدام انظار زيدان، ملامح زيدان تلخص لك الموضوع كامل. ما فماش الجزائر اليوم، ما فماش. لا شفنا رياض محرز هبط عمل حاجة، لا شفنا الحاج موسى عمل حاجة، لا شفنا اللاعبين عملت حاجة، لا شفنا مازا تحرك كيما مستانس يتحرك، لا شفنا حد شيء. اليوم الأرجنتين خلاتك وقفتك في بلاصتك. استنى فما بنات يعديو فيهم مزيانين في الجمهور، ركزوا شوية ونرجع نحكي. المهم لازمك تخسر اليوم، ما فماش حتى تحليل باش يطلع محلل تو باش يحكي لك على كوره ولا. الخساره اليوم لازمه، الارجنتين لازمها تربح ومستحق الربح الارجنتين اليوم، وتاكل 3 وانت فرحان قدام الارجنتين. وذاك هو تاكل 3 وانت فرحان. الارجنتين اليوم حجمتك، عطاتك حجمك في الماتش هذايا، خلتك على بلاصتك. كوب دي موند كاس العالم فيه 3 مباريات مش مباراه واحده. خسرتوا ماتش مازالوا 2. هذاك هو اليوم ماكمش في قدام ميسي وماكمش موجودين. كما المباراة صفر النهاية 3-0 للأرجنتين. على صفر يستر على عرضك، صفر احسن ما ناكل الرابع. صفر. السلام يا حبايبي، انتهت قبل شوي مباراة منتخبنا الوطني العربي الجزائر امام منتخب الارجنتين بانتصار ارجنتيني بثلاثية مقابل لا شيء. طبعا نحكي بشكل سريع عن المباراة، او ما في داعي نحكي اصلا عن المباراة، لأن المنتخب الجزائري قدم واحدة من أسوأ المباريات اللي بشوفها للمنتخب الجزائري بشكل عام، يعني بالفترة الأخيرة، بعد ما قدم أداء جيد أمام منتخبات بوليفيا وفازوا على هولندا. ولكن اليوم كان المنتخب الجزائري مش منتخب الجزائري اللي بنعرفه. الشوط الأول انتهى بهدف للأرجنتين عن طريق الأسطورة ليونيل ميسي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، يعني يسأل عليها زيدان اللي مش عارف شو ماله. وبالشوط الثاني نفس الشيء، يعني أفضلية واضحة للمنتخب الأرجنتيني بالشوطين، بالشوط الأول والثاني. المنتخب الجزائري ضايع مش عارف شو ماله. كذلك الأمر، شاط وشوطة من خارج المنطقة صدها زيدان اللي لازم ما يصدها بهي الطريقة، مش عارف شو ماله. ارتدت لميسي كملها الزلمة. الجول الثاني والجول الثالث كذلك الأمر، تركين ميسي على حافة منطقة الجزاء. الزلمة معروف من 1900 وخشبة لحد اللحظة، بس خلي له مجال على الخط راح يلف لك إياها أرضية في الزاوية معروفة. 3-0.
فانا عملت فيديو اول ما تبلش المباراه، كنت عم بمزح يعني فيديو فكاهي انه ميسي راح يجلدنا هاتريك، والزلمه ما قصر، شكله حدا بعث له الفيديو او عمل له منشن عليه، والزلمه جلدنا هاتريك. بالنهايه هارد لك لمشجعين المنتخب الجزائري اللي كانوا سهرانين، هارد لك لمشجعين المنتخب الجزائري اللي راحوا على الاستاد. بالنهايه احنا عم نلعب امام الارجنتين بطل النسخه السابقه، لازم ما ننسى هذا الشيء. ان شاء الله لسه المشوار طويل امامنا، مباراه امام النمسا امام المنتخب الاردني اللي ان شاء الله باذن الله راح يلعب بعد شوي امام منتخب النمسا، وراح يفوز على منتخب النمسا، يكون اول انتصار عربي في الجوله الاولى باذن الله للمنتخب الاردني، وتوفيق لكل المنتخبات العربيه. هي خلصت. منتخب الارجنتين فاز 3-0. اخواتنا كان حد بيقول لي هيفوزوا 6، الجزائر كانت هتفوز 6-0. ايه اللي حصل؟ طب اقول لك على حاجه، منتخب الارجنتين اقسم بالله ما لعب، والله منتخب الارجنتين ما لعب، ميسي هو اللي لعب. الراجل عايز يكتب تاريخ جديد لنفسه، ولكن اكيد مش على منتخب الجزائر، لا هو علشان ميسي دي اخر بطولة كاس عالم، فقال لا انا لازم العب. والله لو الارجنتين لعبت للجزائر على الاقل شالت 6. منتخب الارجنتين دلع منتخب الجزائر بثلاثيه نظيفه. منتخب الجزائر يا جدعان منتخب ضعيف. الناس فكرت الوديات زي الرسميات، كان في ناس بتقول ان منتخب الجزائر داخل ينافس على بطوله كاس العالم، لا هو نازل داخل ينافس منتخب تونس على من فيهم اللي هيتاهل للمطار الاول. باللي احنا شفناه دوت منتخب الجزائر يرافق منتخب تونس ولكن الى المطار، اول او تاني المنتخبات صاعده الى المطار، وبنقول باي باي تونس باي باي الجزائر، لان اللي حصل كده اقسم بالله ما ينفعش، دي مش كوره. يعني جدعان منتخبات افريقيا كان المغرب عامل شغل، منتخب مصر عامل شغل، منتخب كوت ديفوار عامل شغل، دول كبار. اما اللي حصل دوت مع احترامي الكامل، انا كنت مراهن اخواتنا على ان انا احلق شعري لو الجزائر قعدوا يقولوا الجزائر تفوز 6-0، قلت لهم الجزائر لو اتعادلت معاهم اقسم بالله ده انجاز. قعدوا يقولوا لي انت مين يا عم؟ احنا منتخب الجزائر هنفوز. ادي منتخب الارجنتين، بص اللعيبه اصلا ما لعبتش، منتخب الارجنتين ما لعبش، منتخب الارجنتين مقضيها في نص الملعب وعمال ميسي خدها ميسي. عايز يكتب تاريخ يا عم، عايز يكتب تاريخ، فاز على ميسي يحرز هاتريك في على منتخب الجزائر، ده تاريخ برضه اهو. بص عايز يشيل كاس العالم تاني. الارجنتين مش هتاخد كاس العالم ليه؟ منتخب ضعيف. ولكن منتخب الجزائر مع احترام كامل، اللك والمغرب مالكوش دعوه بالمغرب بقى، المغرب في حته تانيه، المغرب مع الكبار. ما درتو والو راك عارف شيء، ما درتو والو. وعلى المعلق هانئا لحافظ دراجي نبدا به، هو الاول هانئا لبيتكوفيتش على الخطه المحكمه اللي درتها لنا في الشوط الاول، هانئا امين قويري، هانئا الحاج موسى، هانئا على المردود، هانئا بوداوي بجرام ماتش لوم دو ماتش بوداوي بن طالب تافي توسكالفي اسماء. كيفاش هادو يلعب لنا بليكيب ناسيونال؟ كيفاش راكم مخليينو يلعب لنا بليكيب ناسيونال؟ انا يلعب في رامي بن 70 يوليه وعلى وك راجع من اصابه عنده شهر ونص ما لعبش، كيفاه يجي يلعب مقابله هامه كيما هذه؟ كيفاش يجي يلعب مقابله كيما هذه يا الدراجي؟ ليه هو على راكم مخليينو يلعب لنا بليكيب ناسيونال، مخلينا اتاكون، مخلي قلب هجوم حقيقي. مش بيك قويري؟ واش من الكومبورتمون اللي درتوه لنا؟ واش كنا نطالبوا منكم؟ قلنا لكم حنايا كاع الا خسرتوا بصح يا اخي العبوا كرة قدم، ادخلوا فيهم شويه تاع اراده، روحوا على حامل الكره، اضغطوا عليهم، اخرجوا من المنطقه، روحوا ديروا لاتونسيتي. هذا واش طلبنا منكم وقلنا لكم الا خسرتوا، وهذه هي كرة القدم، فيها فائز وفيها منهزم. اون بليس كاين ميسي، حنا نعرفوا بلي لي كاليتي تاعو لما تجي الكره في رجلو يقدر يديكا، بصح حنا رانا نقولوا على لو كومبورتمون تاع المدرب. واش درت بيتكوفيتش؟ كاسكو تافي؟ واش من النصائح اللي عطيتها لهم في الشوط الاول؟ قل لي واش من النصائح اللي عطيتها لهم في الشوط الاول؟ لماذا لعبوا هكذا في الشوط الاول؟ ما هذا الشوط؟ اين هو العبقري يا دراجي؟ اين هو الفيلسوف يا دراجي؟ اين هو الفيلسوف؟ ونسمع فيك في الشوط الاول تقول ماناش موفي، ما راناش سيئين. يا الناس كنت اسوأ فريق
في هذه أسوأ من المنتخب التونسي. على الأقل المنتخب التونسي ما كاش اللعابة، ما كاش ستادير ما عندوش اللعابة، هذاك هو ما كاش اللعابة، هذاك ما جابت. يا كاين اللعابة لازم واحد يوظفهم، لازم واحد يعرف يهدر معاهم، يعرف واحد يشغلهم، لازم واحد يفهمهم كي ديروا تلعبوا. أنا فهمت باللي اليوم اللعابة هذو ما مش فاهمين كيفاش يديروا يلعبوا، كيفاش واقفين كوب دي موند، ماتش كوب دي موند ويلعبوا واقفين. وين ماكش كاين؟ واش بيكم؟ مالكم؟ واش كاين؟ قولوا لنا واش صرا؟ قال لكم لعبوا واقفين؟ هذه نصائح المدرب ولا كيفاه؟ وشكون اللي قال لك العب واقف؟ أين هي المراوغة تاع الحاج موسى؟ قلنا لكم الحاج موسى ما يلعبش أساسي، لاعب غير ناضج، ما يلعب، لازم يلعب مع رياض في البندوتش. هاو دخل في البندوتش، هاو عمورة في البندوتش. هي هنا النتيجة. واش صرا؟ فريق بدون روح، فريق ما كاش كاع، ما نلعبوش كاع، ما ندافعوش كاع، ما نروحوش نحامل الكرة كاع. احنا ما راناش نقولوا العبوا يا سيدي، ما لعبتوش، ما قدرتوش تلعبوا بالكرة، هذه معليش. هذا